ورجعنا تاني عشان نكمل حكاية من حكاياتنا، حكاية ورا كل باب. حكايتنا كانت البنت اللي اتجوزت واحد في بيت عيلة، والعيلة دي كانت بتحب الخلفة جدا، لكن كانت بتحب خلفة الولاد يعني. الزوج متأثر بالموضوع ده قوي، وكان متشوق جدا ان اول خلفته تكون ولد، لكن ربنا اراد انها تكون بنت. الحزن خيم مع الكل. بعد فترة بسيطة بنت حملت تاني، لكن ربنا كرمها المرة دي وجابت ولدين توأم، بعد ما جابت في الأول بنتين ورا بعض. الحمد لله بقوا بنتين وولدين، لكن طلب منها انها تحمل تاني. بيحب الأطفال كتير ونفسه يبقى عنده ولاد كتير، بعد ما كان عقله هيطير لما شاف الولدين التوأم. لكن المرة دي جابت بنت، والنكد زاد في البيت وبعد عنها، والبعد طال، البعد جفا والجفا زاد وبقى أسوأ مش جفا. اكتشفت في أول جوازها بعد شهور بسيطة بخله، لكن مع الوقت كان بيزيد، وبعد كده بخله ده بقى عليها هي والبنات، إنما الأولاد ما بيبخلش عليهم بحاجة إلا في الحاجات اللي هي فيها مبالغ كبيرة. وعاشت الحياة وقبلتها، معاها 4 أطفال، هتروح بيهم فين؟ وبعدين البخل زاد قوي، زاد عن حده، والبعد زاد قوي، زاد عن حده، وهي ساكتة، كاتمة في قلبها وساكتة، لحد ما بقى يتغاب عليها ويتعامل معاها معاملة غير آدمية. بدأت تلجأ لأهلها، وأهلها وقفوا جنبها وكلموا معاه كتير، لكن خلاص فاض بيهم. البنت ما لجأت لهمش غير بعد ما طلب منها انها تشيل الرحم. عشان ايه؟ يضمن انها ما تخلفش تاني، اصلها جايبة 3 بنات ونسي الولدين، وما يعرفش ان سبب نوع الجنين بيبقى الاب مش الام. واللهم لا اعتراض، في ناس ضفرها نفسها في ضافر طفل، لكن هو ما بيعترفش بده كله، بيعترف باللي في دماغه بس. قسوته على بناته زادت، وعمره أصلا ما كان حنين عليهم. حنيته على الأولاد بقى مبالغ فيها، بعد عن مراته بقى أوفر قوي. حتى العلاقة الحميمة انقطعت ما بينهم، لحد ما في يوم كده بالصدفة بتدور في الدولاب ولقيت روجيتات لطبيب من إياه، وأحرجت تتكلم مع جوزها في أي حاجة. حيائها وخجلها وأدبها منعوها من الكلام أو السؤال، لكن هو تمادى فيها. والبنت محرجة تتكلم وتقول لحد إنه بقاله أكتر من سنة ما ادهاش حقها الشرعي. لا حياء في الدين، لكن البنت كان عندها حياء وما اتكلمتش، ومش عارفة مستنياه يتكلم ويقول أي حاجة. لكن جه في يوم وطب عليها وقال لها مصيبة كبيرة. ايه هي المصيبة اللي قالها لها؟ دخل عليها بابتسامة صفرة مش مبلوعة، وهدية في ايده، حاجة مش منطقية، وكياس فاكهة وحلويات، حاجات مش متعودين عليها. وكمان ايه؟ بيطبطب على البنات. لا ده انت وراك مصيبة، ده انت وراك حاجة كبيرة. قالت له انت رجعت تاني تفكر في اني اشيل الرحم وبتسيسني وبتحاول تضحك على عقلي. انا مش هشيل الرحم مهما عملت، ووالدي قالك طلاقي كوم وشيل الرحم ده كوم. ضحك وقال لها مين قالك؟ ده احنا في امس الحاجة ليه دلوقتي. وراح ضحك ضحكة لئيمة كده، خجلها خلاها وطت وشها في الارض وفهمت حاجة تانية. قال لها ايه؟ انا مش عايز اطفال، لكن غيري عايز اطفال. برقت له يعني ايه غيرك عايز اطفال؟ ما اللي عايز اطفال يجيب. قال لها ما عشان كده لجأولي عشان يجيبوا. ما مين اللي لجأولك؟ اقعدي كده بالراحة ونتفاهم. اقعدي يا اولاد كلوا حلويات وكلوا فاكهة، وانا عايز مامتكم في كلمتين. وخدني ودخلنا اوضتنا
وبدأ في النعومية والطبطبة والمحلسة وبوس الإيدين وبوس الخدود وليس أكثر. ليه؟ لأن البي مش هيقدر على أكثر. قال لي بصي، أنا هقولك على حاجتين، حاجة بتاعتي وحاجة مش بتاعتي، لكن الاتنين حكمهم في إيدك انت. أولا، أنا جالي مرض كده من أكتر من سنة، بدأت أتعالج بيه، وما لقيت العلاج مش جايب نتيجة وفرت فلوسي. المرض ده يمنعني أن أقرب منك أو يخلينا زي الإخوات، والعشرة اللي بينا اللي فاتت هي اللي باقية. بصت في الأرض وقالت له لا اعتراض على قضاء ربنا، ربنا يعفو عنك، انت برضو زوجي وأبو أولادي. بس راسها وقال لها بنت أصول، وده اللي كان منتظر منك. طيب الحاجة التانية اللي ما تخصكش أنا مالي بيها وحكمها في إيدي ليه؟ قال لها الحاجة التانية إن الدكتور اللي كنت بتعالج عنه سألني عندك أطفال ولا لأ، فقلت له عندي 3 بنات وولدين توأم، بس كنت بفكر إن المدام تشيل الرحم عشان مش عايزين أطفال تاني من قبل ما أعرف إن أنا خلاص مفيش أمل في علاجي. الدكتور قال لي طب عندي ليك عرض حلو قوي وفلوسه كتيرة قوي. أنا صراحة في الأول رفضت، لكن بعد كده حسبتها مع نفسي، العيال دول محتاجين وإحنا محتاجين، والدنيا كل مادة بتزيد والمرتبات ثابتة هي. هات من الآخر، هات من الآخر، أنت دخلك بيكفي وبيفيض وبتشيل منه وإيدك مش فرطة قوي. بصلها وضحك وقال لها ما هو كل للأولاد لمستقبلهم. قالت لك قول للأولاد مش للبنات. قال لها أنا بقى عايزة أأمن لك مستقبل البنات اللي انت زعلانة عشانهم قوي، وليك علي القرشين اللي هيجوا من ورا الحدوتة دي نحطهم باسم البنات. ايه هي الحدوتة دي؟ قال لها في ناس نفسهم ومنع عينهم يخلفوا، ولكن ربنا مش رايد لهم. وبعدين كمل، الناس دي فلوسها كتير قوي، اوعى تكون بتقول هتديهم حد من العيال. قال لها لا، اعوذ بالله، انا ما فرطش في ضنايا، مرميش لحمي. وبعدين ايه الحكايه؟ لا ولا حاجه. سمعتي قبل كده عن موضوع تأجير الرحم؟ برقت له وكان قلبي هيقف. انا عارفه الموضوع ده وسمعت عنه وقريت عنه، لكن الكلام وقف في حلقي زي ما قلبي وقف عن دقاته وعقلي وقف عن التفكير ولساني وقف عن النطق. بصيت فيه قوي كده مستنية انه يقول انا بهرج، لقيته بيكمل كلام. راجل ثري معاه قرشين حلوين ومتجوز من بنت عمه، وهم حاطين فلوسهم على بعض ومكنزينها، لكن عندها مشكلة خلتها تستأصل الرحم، لكن المبايض عندها بخير والدنيا شغالة كويس. والدكتور قال لهم إمكانية الإنجاب لكن في رحم آخر. أنا بستمع، أنا عايزة أشوف آخرتها معاه إيه. قال لهم هناخد البويضة ونلقحها حيوان منوي، الرجل بويضة المرأة، والدنيا هتمشي ونزرعهم في رحم امرأة أخرى ويكمل الحمل، وبعد الولادة الطفل طفلكم مش طفلها. قلت له انت بتقول ايه؟ انت تقصد ايه؟ رحم مين؟ قال لا رحمك انت. خلاص ما احنا مش هنخلف تاني، احنا مش عايزين عيال تاني، او ربنا مش كاتب لنا عيال تاني، نستغل الفرصة. لقيت نفسي بلطشه بالقلم على وشه، برقلي ووقف وهو هيتجنن، والشرار طلع من عينيه وكأن نار طلع من ودانه، ومسكني من كتافي وقال لي انت اتهبلتي ولا ايه؟ قلت له انا برضو اللي اتهبلت، يعني انت مش عايز تفرط في ضناك لكن تفرط في عرضك؟ قال لا هو انا كده ابقى بفرط في عرضي؟ انت محدش هيلمسك، هو انت في راجل هيجي جنبك ولا هتتكشفي على راجل؟ انت حيالله هتشيلي امانة عندك، ولما تكبر ويجي ميعاد الولادة اصحابها ياخدوها. قلت له انت انسان مش طبيعي، انت ما تعرفش حاجة عن دينك، الدين حرم ده. قال لها إلا إذا كان في ظروف
وانا زيك سألت وقريت وفي ظروف احنا هنساعد الناس. قلت له لا، انت عايز تساعد نفسك، انت مش بتساعد لوجه الله، انت عاملها تجارة. انت عايز تأجر الرحم عندي تجارة واستحلاها بعد كده، وهتفضل عاملها عملية تجارة ومشروع هيجيلك منه واولى انا بكل اللي هيحصل لي، مضاعفات صحية، عوامل نفسية، سمعة زفت. أولادك لما يلاقوا أمهم حامل هم والناس، وبعد ما تولد الطفل مش معاها، هنقول إيه؟ رد بمنتهى البجاحة، قال هنقول إنه مات. فيها إيه؟ ياما ناس بتخلف والأطفال بتموت في ساعتها. منك لله يا شيخ، منك لله. يعني عايزني أشيل في بطني طفل وأحاسيس الأمومة كلها تتولد جوايا من ناحيته، وأول ما ينزل أسلمه لغيري على إن الحيوان المنوي مش ليك والبويضة مش ليا. يا أخي منك لله للمرة التانية. قال لها هو ده اللي عندي، وفكري فيها وقدامك حل من الاتنين، يتوافقي على الموضوع وفي طي الكتمان، يا تاخدي بناتك وعلى بيت أبوك ما شوفكيش تاني. وخرج من الأوضة وسابها لتفكيرها، وقعدت مع نفسها تقول لنفسها أنا معايا 5 أطفال، هروح بيهم فين؟ مهما كان والدي ميسر الحال أو مستور، مش ذنب عليه شيء مسؤوليتي أنا وال5. 6 أشخاص هيزيدوا عليه وعلى مسؤوليته، كتير عليا أوي. في نفس الوقت لا طاعة لمخلوق فمعصية الخالق، أنا مش هقدر أنفذ اللي هو قاله. طب أروح فين واجي منين والجأ لمين؟ مفيش قدامها غير أهلها. البنت ملهاش غير أهلها، سندها هم أهلها. واتصلت بأبوها وجابته وحكت له اللي حصل، والدم ضرب في نافوخه، وقال لها مش هقولك سيب البيت وهاتي العيال ويلا، هو اللي مش هيدخل البيت تاني. البيت ده بيتك وبيت ولادك، وهيطلقك وهنجيب مصاريفك منه، سواء بالسياسة أو بالذوق أو بالمشاكل. إن ما كانتش كده بالود هتبقى بالقانون. وما تقلقيش، انت وولادك أمانة في رقبتي أنا وإخواتك لحد ما ربنا يحلى. وفضل أبوها قاعد مستنيه، ولما جه اتفاجئ بوجود حماه وإخواتها الاتنين، وطبعا فهم إن هي قالت لهم، لكن عمل إيه؟ قال خدوهم بالصوت ليغلبوكوا. ودخل وقال لهم يرضيكوا بنتك تضربني بالقلم، هي دي التربية؟ فالراجل وقف قصاده قال له بنتي أنا ضربتك بالقلم؟ قال له أيوه. ازاي؟ قال له هو خد يشهد، وشاور له على خد اليمين وقال له القلم نزل عليه طرقع، وفي لمح البصر القلم التاني نزل على خده التاني من ايد ابوها. تسلم ايده لوح رقبته. قال له ده بقى تأكيد على ألم بنتي، تسلم البطن اللي جابتها وتسلم العمة اللي ربتها. انت كنت فاكر بنتي ايه؟ هتعصي ربنا وهتعمل الحرام وهتعمل الغلط عشان تراضيك؟ لا، انت اللي يربطك بيها ورقة والكام عيل دول. العيال سن حضانة يبقى عند امهم، والشقة من حق الزوجة ان كانت حاضنة، وانت هتطلع بره حالا ومش هتدخل البيت ده تاني وهتطلق بنتنا. الحكاية زادت، الصوت علي ومسكوا بعض، والناس اتلمت. اللي في البيت أهله هم اللي طلعوا، والأب راح حكي لهم اللي ابنهم قاله، وطوا راسهم في الأرض. هم فيهم عيوب لكن مش للدرجة دي. والراجل قال لهم ابنكم يطلع من الشقة حالا، وخرجوا من الشقة. وراح عمل له محضر بعدم التعرض لحين وقوع الطلاق، لكن هي مترددة ومش عارفة، يمكن يجي يعتذر ويرجع عن اللي في دماغه ويربي عياله. هي مش عايزة الأولاد يتربوا بعيد عن أبوهم وفي تفكك أسري، لكن والدها وأخواتها أصروا
إن ده لازم يتم، وإنه ملوش أمان. مرة عايزها تشيل الرحم ومرة عايزها تأجر الرحم، يعني ملوش أمان. وخرج من حياتها وهي في انتظار اللي هيحصل بعد كده، إن كان الأمور هتتصلح ويرجع عن اللي في دماغه ويتقي الله فيها وفي أولادها ويعمل بناتها بما يرضي الله ويبطل بخل، يعني يتخلص من عيوبه، دي صعبة شوية، أو يفضل على حاله، يبقى هو ده قدرها، تقعد بأولادها وتنتظر إن اللي يصرف عليها أبوها وأخواتها والبخيل اللي اسمه أبوهم. ودي كانت حكاية من حكايتنا، حكاية ورا كل باب.